مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم في هذا الحوار الخاص الجديد. هذه المره نحن مع دولي جزائري شاب صاعد لاعب اتحاد خنشلة، هو لاعب بصم على مواسم مميزة مع نادي اتحاد خنشلة شرق البلاد، وكذلك بصم على دورة جيدة وسجل أول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني المحلي في الشان الأخيرة. سنتحدث عن الكثير من الأمور التي تخص هذا اللاعب الشاب وهداف البطولة الوطنية سفيان بايزيد. في هدف خامس، الهدف الخامس لبايزيد، الهدف الخامس للجزائر والأول لبايزيد. بايزيد يضيف الخامس، بايزيد يضيف الخامس. صارت بالخمسة الآن، 5-0 للمنتخب الجزائري، 5-0 للخضر للمحاربين بالخمسة. نبدأ مباشرة في الأهم مع المنتخب المحلي وكأس إفريقيا المحلي مؤخرا اللي تلعبت هنا في الجزائر. كنت من بين اللاعبين اللي كانوا في التشكيلة الوطنية ودخلتوا غمار هذه المنافسة بقوة ولحقتوا حتى النهائي في اللقب. على كل حال قدر الله ما شاء فعل. كيفاش عشت هذه التجربة؟ والله كانت تجربة بالنسبة لي تجربة ناجحة على بعض الجوانب. يعني تجربة كانت زادتني شوية خبرة، احتكيت مع لاعبين يعني ملاح يلعبوا مليح في الشامبيونا هنايا. خدمت معايا ستاف بروفيسيونال الحمد لله يا ربي، مجيد بوقرة، جمال مصباح، كريم مطمور، يعني كانوا لي كادر تاع المنتخب الوطني الأول. الحمد لله يا ربي تعلمت حوايج بزاف. ان شاء الله هادو بالحوايج هادو اللي تعلمتهم ان شاء الله نفيد الفريق تاع اتحاد خنشلة. كيفاش كانت اجواء في المباراة النهائية؟ والله في المباراة النهائية كانت اجواء، كان ستريس، كان ضغط كبير، ضغط نتيجة، ضغط كم رانا نلعبوا في بلادنا، لازم لاكوب هذيك تقعد هنا في بلادنا. قدر الله ما شاء فعل، ما كتبتناش. هذا ما يخفاش عليك، ماهوش راح ينحي لنا هذاك الباركور اللي درناه في لاشان هذيك. يعني درنا بون باركور الحمد لله يا ربي. مي كاس اختارت المنتخب السنغالي. معليش بعد خسارة النهائي وشنو الخطاب اللي داره لكم بوقرة في الفيستير؟ والله كان خطاب تحفيزي، ما يخفاش عليك. بوقرة كان اخونا في المشوار هذا كامل، كان اخونا في الستاج، كان يتعامل معنا كوم دي فرار. يعني ما كانش هذاك المدرب واللي جوار والانضباط الكبير هذاك، كنا احنا يعني نفرضوا على روحنا قبل ما هو يفرضوا علينا، لان كنا على بالنا واش كان راح يسنانا. كان خطاب تحفيزي، قال لنا ما تقلقوش، الحمد لله درتهم بون باركور. الكاس ما اخترتناش، هذا مكتوب تاع ربي. ولي جوار كامل كنا راضيين يعني بالباركور اللي درناه وراضيين بقضاء الله ثاني. لان كاين دي جوار اللي بالك كانوا بزاف متاثرين، على بالي بلي كنتم متاثرين كما الجماهير كما احنا كامل. لكن بالك كاين اللي يلحق به الامر للبكاء بالك ولا؟ والله سيرتو في لافينال يعني كان لي بارون تاعنا يتفرجوا فينا، كاين اللي ما جا تفرج فيه، كاين اللي باباه، كاين اللي خاوته، يعني راح يزيد ستريس. يعني ماذا بيك تفرحوا تهبطوا للتيران تعطي له لاكوب هذيك يرفدها هو. مش راح نقول لك تاثر دركا ما زلنا متاثرين يعني. ميم كرة القدم مش راح تحبس ثم، لازم نواصلوا، لازم نطلعوا المورال، لازم نراعيو الحوايج وحدين اخرين، نراعيو المشوار واحد اخر، بطولات واحده اخرى. الحمد لله. بعيدا عن الدورة ككل، على كل حال كانت هنا في الجزائر كان تفاعل من الجماهير الجزائرية، دورة مميزة، تنظيم مميز. حتى المباريات اللي ما كانش معني بهم المنتخب الوطني كانت الجماهير تتوافد في قسنطينة، في عنابة، في وهران. انتم كلاعبين كنتوا في سيدي موسى، كيفاش كنتوا تشوفوا وتطالعوا الاحداث تاع هذه الدورة وانتم داخل معسكر المنتخب الوطني؟ والله ونشكر الدولة الجزائرية اللي وفرت كامل الامكانيات والاستاد اللي حطتهم تحت تصرف الكاف في هذه البطولة. والجماهير الجزائرية معروفة يعني
زادت هذيك النكهه الرياضيه، هذيك النكهه التشجيعيه في المدرجات، حتى في عنابه في قسنطينه وين ما لعبناش حنايا ثم يعني عطاتها نكهه خاصه. وكاين واحد العنوان كتبوه انا عجبني بزاف، لاشان في بلاد الشان. هذه هي، نشكر الجماهير اللي عطاو نظره جيده للجزائر دوليا، وان شاء الله بهذا الشيء يعني راح نزيدوا ندخلوا غمار بطولات واحده اخرى، لما لا؟ لانه دركا عندنا امكانيات، الدوله الجزائريه وفرت كامل الامكانيات، عندنا دي ستاد يعني انترناسيونال الحمد لله يا ربي، الامكانيات كامل كاينه، لما لا؟ يعني نزيدوا نستقبلوا بطولات وحدين اخرين ان شاء الله. بون الدوره عرفت تسجيل اول هدف ليك انت مع المنتخب الوطني، كيفاش عشت هذاك الهدف مع منتخب النيجر في وعران؟ والله الحمد لله يا ربي، لانه تركت بصمه ولو صغيره يعني في الشانه هذه. كان التسجيل تاعي الهدف الخامس كونتر منتخب النيجر، يعني الهدف هذاك مانيش راح ننساه طول حياتي، يعني اول هدف دولي ليا، وان شاء الله ان شاء الله ماهوش اخر هدف. هذه اللي راح نقولها، ان شاء الله ماهوش اخر هدف دولي. انت داخل كي سجلت الهدف كيفاش كنت؟ احكي لنا على الاحاسيس تاعك وانت تسجل. والله بالك هذيك ال 20 سكوند اللي يرجعوا فيها للفار، بالك فات بالك واحد 20 سنه نتسنى فيه وقتاش شي يسيف لي برك ويحتسب الهدف. كانت فرحه كبيره بزاف، واللي فرح لي بزاف كان ماجد بوقرة، يعني كان يستنى في الهدف هذاك. كان كريم مطمور لي جوار صحابي كامل فرحوا لي الحمد لله، يعني ان شاء الله ماهوش راح يكون اخر هدف بربي ان شاء الله. جوستومون كي حكيت على بوقرة، كيفاش كانت العلاقه تاعكم مع بوقرة؟ توجور نحسوا بلي كي يهضر عليكم شغل يهضر على خاوته صغار، انت قلت دوك كان شغل خونا، كيفاش العلاقه هذيك ما بين مجيد بوقرة وانتم كلاعبين؟ والله العلاقه تاعنا كانت كما قلت لكم دي فرار، يعني كان يجي يحكي معنا، تعلمنا من عنده بزاف حوايج زينه من الخبره تاعو، يعني احنا نشكروه على العمل اللي قام به معنا وعلى الصبر اللي صبر علينا، يعني خدم معنا خدمه بكل احترافيه الحمد لله يا ربي، ونوجه له رساله شكر من هذا المنبر. انت كنت من بين المهاجمين، طبعا على بالنا بلي كل لاعب ماذا به يدخل في كل مباراه يقدم الاضافه يسجل اهداف. ربما انت ما دخلتش بزاف مباريات، ما جاش حكمك هكذا هضر معاك باش يطلع لك المورا شويه، يقول لك بلي ودي اصبر المجموعه كذا؟ والله هذا اسمه المنتخب الوطني، يعني موش النادي تاعك اللي راح تريكلامي على اللاعب. والله انا كنت نستنى في الفرصه تاعي، ولما تجيني الفرصه راح نبين بلاصتي، كنا في التدريبات كنا نخدموا، يعني كل يوم كنا نخدموا، دي فوا كنا نخدموا صباح وعشيه، يحكي معنا صباح وعشيه. زيد اللي كان يخدم معنا بزاف كريم مطمور، يعني كان يهضر معنا، واللي تجيه الفرصه راح يبين، لانه رانا نلعبوا من اجل البلد، يعني الاحسن يلعب، والله اللي واجد يلعب، وماناش في بلاصه اخرى باش تريكلامي انا نلعب وانا ما نلعبش. كي كنتوا في سيدي موسى جا زاركم الناخب الوطني جمال بلماضي، كيفاش كان الاستقبال وشنو الخطاب اللي وجهوه لكم؟ والله جانا جمال بلماضي نشكره بهذه المناسبه، وجه لنا خطاب تحفيزي بواش عاشوا هو ثاني، عطانا شويه من الخبره هذيك اللي داها في لاكان 2019، عطانا كيف الباركور اللي مشى به ثم، الباركور اللي مشاو به لي جوار ثم، الكومبورتمون اللي كان ثم، يعني عطانا شويه باش نعرفوا حنا واش راهو قادم يعني. وكانت لاشان هذه كانت في الجزائر، كنا على بالنا بواحد التقاليد هنايا منا، تسمى كان اكثر هو خطاب تحفيزي يعني. كان لاعبين اخرين جاو من غير جمال بلماضي، كاين جبور، كان مجاني. هما ثاني تحدثوا معاكم خلال الدوره ولا جاو الوقوف تاعهم فقط زاد فيكم اضافه؟ والله الوقوف تاعهم وقوف هذاك راح يزيد يحفزنا، يعني هذوك اللاعبين كنا نتفرجوهم حنا في لاتيلي، كانوا هما رافدين الاعلام تاع الجزائر بكري في المنافسه الدوليه السابقه، يعني كي جاو هما بركا زيدنا هذاك التحفيز الايجابي هذاك، مش راح يحط علينا ضغط، والله يعني الحضور تاعهم بركا كان يزيد فينا تحفيز.
انت شخصيا كيفاش شفت جمال بلماضي لحق لدرجه انه جاء معاكم؟ ما كيفاش انت شخصيا كيفاش حسيت وماشي جاتك هذيك تاع ان شاء الله كاش نهار باذن الله نكون مع المنتخب؟ والله راني نخدم عليها درك بربي ان شاء الله نقول له جو سوي لا. ما هيش مستحيله وكلش بالخدمه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما لا الهدف الاساسي تاعك بطبيعه الحال ولا طموحك؟ درك كل عام نمشي بهدف، مادام الحمد لله وصلنا للمنتخب المحلي لما لا المنتخب الاول ان شاء الله. شان طبعا تزامنت في هذه الفتره مع الميركاتو الشتوي، طبعا كان الكلام الكثير حول بايزيد، الانديه اللي ربما حبت تديك، وربما النادي اللي كان قريب تقريبا يدفر بالخدمه تاعك ولكن ما تمش الصفقه ومدينه الجزائر. حتى الرئيس على كل حال تحدث في هذيك القضيه ذاك الوقت. واش صرا في القضيه تاع الانتقال تاعك ولا عدم الانتقال تاعك لمدينه الجزائر؟ والله العظيم انا كنت مركز في لاشان هذاك الوقت، كنت داخل سيدي موسى. يعني الامور كانت اللي صرات برا انا ما على باليش بها، مي باختصار شديد انا ما رفضتش مولوديه الجزائر يعني. مي الامور اللي صرات على برا هذيك ما كنت على بالي بها، واش كان صاري واش ما كان صاري، ما كانش عندي معلومات كثيره، وهذه هي واش راح نقول لك. طبعا الصيفه الماضيه يقولوا احنا درنا بحث على كل حال وسقسينا في سقسينا يقولوا باللي طبعا تنقلت لمكتب شباب قسنطينه وتفاوضت مع المسيرين، ولكن ربما الانصار ما حبوكش تنتقل لهذا النادي. هل هذه الاشاعه صحيحه ولا لا؟ لا ماشي غلطه يعني. راح تفاوض نورمال كيف اي جوار، تفاهمنا نورمال، مي ما كتبش المكتوب، ما كملتش الصفقه الاخر لي زيتاب الاخرين تاعها يعني. وهذا حاجه عاديه يعني نورمال. ما عندوش الامر علاقه بالانصار ولا مساله والله انا ما ماشي الانصار درك النادي تاعهم هما مسؤولين عليه، كاين المسؤولين ثاني هما المسؤولين على النادي يعني. قلت لك انا المفاوضات هذاك ما لحقتش حتى لي زيتاب الاخرين تاعها، وانا متفاهم الامر نورمال يعني. وراني درك راني مركز مع اتحاد خنشله وعادي جدا يعني. اكيد. على كل حال بما اننا نتحدثوا على اتحاد خنشله يحقق موسم مميز بعد طول غياب عن الرابطه الاولى، عوده بامتياز مرتبه خامسه. الفريق حتى تقدر تقول الان يقدر يطمح حتى في المنافسه الافريقيه الموسم المقبل. واش تقدر تقول لنا فيه؟ والله يعني نهنأ سيسكاوا بعد 47 سنه يعني رجعوا للمحترف الاول. الحمد لله الباركور اللي خدمنا العام اللي فات في ناسيونال 2 يعني ما كانش بالساهل، بالك وين طلعنا حتى الماتش الاخر تاع حمراء عنابه، وين ثبت الصوت تاعنا. كانت فرحه كبيره في مدينه خنشله في منطقه الشاويه يعني. الحمد لله السنه بدينا روطار مالغري لي 3 ماتش الاولين خسرنا فيهم، مي الحمد لله الناس كانت دايره فينا ثقه في المجموعه هذه، في المدرب هذا، في الاداره هذه. الحمد لله مشينا بشويه على حساب الامكانيات تاعنا. وين بالك درنا باركور مليح، 5 ماتش كونسيكيتيف ربحناهم، هادوك اللي رجعوا فينا الروح بيان، وين عرفنا نجيريو الشامبيونا، عرفنا نجيريو لي ماتش تاعنا. درك رانا 5 بلاص يعني، بالك مرتبه مريحه. لكن اللاعبين الطاقم الفني الاداره ماهمش راح يكونوا ماهمش راح يكونوا رايحين كما نقولوا بالدارجه، حتى نضمنوا البقاء 100% يعني. درك مازال 9 ماتش ولا 10 ماتش يعني، موش بالامر سهل، مازال 30 نقطه في اللعب. اتحاد خنشله من بين الانديه النادره اللي عندها استقرار على مستوى العارضه الفنيه منذ بدايه الموسم، نفس الطاقم الفني. تشوفش بلي ربما هذه النقطه زادت ساعدت الفريق باش يقدم الاداءات الجيده هذا الموسم؟ بيان سور درك كيعود عندك استقرار على مستوى الطاقم الفني يعني. درك لي جوار راح يولفوا المدرب، يولفوا المساعدين، يولفوا المدرب الحراس. درك وكاين طاقم، ما كانش واحد وما كاينش زوج. لي ريزيلطا صح راح يعاونوا على الاستقرار، مي كيعود كاين ان بروجي يعني، هذاك هو البليز امبورطون. وكي تحط الاداره الثقه في المدرب والمدرب يحط الثقه في اللاعبين، راه شغل انشان يعني. يكون طير حلقه راح تفسد، هذه يعني. هذا
كون نشوفوا دركا كون اي مدرب ريزلطا ما تمشيش معاه ماتش لا جوج، اول واحد اللي راح ينحيوه، وهذا بالامر الخاطئ يعني. ماهوش راح يجي مدرب عنده عصا موسى ولا عصا سحريه اللي راح يرجع لك في بدايه الموسم كتحدث قبل قليل صح خسرتوا 3 مباريات متتاليه وبنتائج ثقيله، ما دخلكمش الشك يعني رغم هذيك جيتوا جدد للرابطه الاولى بعد طول غياب، صعود فريق ربما ما كانش الناس تحسب له حساب، وخسائر بنتائج ثقيله في 3 مباريات الاولى، لكن رغم ذلك بعد ذلك عاودتوا وليتوا بقوه، ما دخلكمش الشك؟ والله ما يدخلك الشك، لانه حنايا ديجا بدينا اون سومان قبل الشامبيونا، يعني بدينا التحضيرات متاخرين. كنا شويه ليطا فيزيك تاعنا ليطا تاكتيك تاعنا ما كانتش شويه، مازال ما والفناش، مازال ما لقيناش التوليفه تاعنا لي جوار بالك حتى ل 80% مبدلين، مازال ما نعرفوش بعضنا كيف نلعبوا كيف منا. انا الحاجه الوحيده اللي نتذكرها اليومنا هذا المدرب يقول لنا مانيش راح نحسبكم حتى الكاتريام سانكيام ماتش، يعني حتى نكمل الميكرو سيكل تاعي الاول تاع البريباراسيون، قال لنا احسبوهم كشغل دي ماتش اميكو هذو، قالنا من الكاتريام ماتش سانكيام ماتش نبدا نحاسب. والحمد لله يعني كاتريام ماتش حنا ديمارينا. صحيح. على الصعيد الشخصي راك هداف الفريق وراك ضمن كوكبة هدافي البطولة، تحدي اخر بالنسبه لك، على كل حال انت كل موسم تخرج هداف الفريق، لكن هذا العام منافسه كبيره في الرابطه الاولى. والله الحمد لله، يعني اول موسم ليا في الرابطه الاولى، يعني راني مكلاسي من لي ميور بيتور في الشامبيونا، يعني كما قلت لك قبيله راني كل عام نمشي بهدف، انا ماذا بيا نخرج هداف الفريق، هذه الحاجه الاولى والاجباريه يعني كوم راني اتاكون. الحاجه الثانيه نخرج من لي ميور بيتور في الشامبيونا الاول ولا الثاني، الثالث نبدا نحس روحي باللي راني مانيش مليح. هذه هي. الحمد لله سي لا بروميير اني تاعي في الناسيونال ان بروفيسيونال، يعني راني من كوكبه هذه تاع لي ميور بيتور. ان شاء الله نزيد نكمل ونزيد نرفع العداد التهديفي تاعي، لما لا نتوج بهدف البطوله هذا الموسم ان شاء الله. كيفاش تقيم المسار تاعك في اتحاد خنشله؟ صعودين، القسم الثالث القسم الثاني والقسم الثاني القسم الاول، والان ما شاء الله النتائج راهي معكم مرتبه خامسه. والله الحمد لله، يعني انا نقيم المسار تاعي مع اتحاد خنشله بالمسار الناجح، يعني الحمد لله 3 مواسم عندي صعودين، يعني وصعود تاريخي المحترف الاول، يعني راح ندخلوا التاريخ من اوسع ابوابه، والحمد لله ان شاء الله رانا في بون باركور يعني السنه، ان شاء الله نزيدوا نحافظوا على هذه الديناميكيه ان شاء الله، وحتى لاخر موسم نضمنوا البقاء بكل اريحيه ان شاء الله. علاقتك بانصار اتحاد خنشله سقسينا يقولوا الناس يحبوك يبغيوك كما يقولوا؟ والله الحمد لله يا ربي، السيسكاوا غنيين عن التعريف، نشكرهم من هذا المنبر، يعني بالك خلوني شاوي معهم البلد الثاني تاعي ضموني ليهم، الحمد لله يا ربي. نوعدهم ان شاء الله نزيد نفرحهم اكثر ان شاء الله، ونجيبوا البقاء هذا الموسم ومواسم اخرى ان شاء الله يزيدوا يتوجوا ببطولات لما لا ان شاء الله. من غير صعودين مع اتحاد خنشله حققت صعود ايضا مع الخروب القسم الثاني. ديجا حققت صعود مع جمعيه الخروب كونكيرون ديريكت اتحاد خنشله. وطلعنا مع الخروب قولا فيراج، كنا 62 بوان حنا ربحناهم في الخروب 2-0، ما ربحونا 1-0، الدوزيام بي تاعي انا المشكل تسمى شغل. راك تخصص تاع صعود ثاني. الحمد لله يا رب. على كل حال كان التجربه تاعك مع الخروج، الخروج تاعك من جمعيه الخروج ما كانش كما ينبغي، يعني خرجت تقريبا من الباب الضيق، صارت لك قضيه تاع المرض تاعك، تقدر تحكي لنا واش صرا تحديدا في هذاك الوقت؟ والله هذاك الوقت نشفى في نوفمبر وين اكتشفت كان عندي ليباتيت في الكبد تاعي، فوت بريود شويه ماشي مليحه، بالك 2 موا انا طارح الفراش، يعني كانت لا كارير تاعي مرهونه يعني بالمرض. انا حتى الطبيب الخاص تاعي قال لي قادر تحبس البالون، مي قدرة الله عز وجل، يعني شكر الله اللي شافاني يعني، ومنها انتقلت ديريكتومون لاتحاد خنشله. يعني
هذه جمعيه الخروب، يعني عندي دي سوفونير ملاح ثما الحمد لله يا ربي. لحد الان مازالوا صحابي، لحد الان مازالني ما اتصالات معاهم، نروح لهم نتلاقاو يعني نورمال. هذه هي البالون، مانيش راح نكملها لا كارير في جمعيه الخروب، ومانيش راح نكملها في اتحاد خنشله. يعني هذه هي كارير تاع الجوار، يحاول يحافظ على دوك لي بون سوفينير، يعني الامور السلبيه والامور الاخرى كامل يلوح ورا ظهره ويكمل. انت ما كانت لكش هذه الموتيفاسيون، خرجت من الباب ضيق جمعيه الخروب، زادت لك بالك الموتيفاسيون باش تبين باللي غلطوا؟ والله الحمد لله راني قاعد نبين، يعني الموتيفاسيون هذيك انا راح نجعلها كتحدي، يعني نخلي انسان حتى يكون يغلط فيا راه مسامح. انا مانيش راح نهز في قلبي، والله انا لهم كل احترام، سواء اداره سواء لاعبين سواء طاقم فني، لانه الطاقم الفني اللي راه دركا هو اللي كان حاكمني قبل، سواء جماهير، يعني كاين حتى من الجماهير اللي راني ان كونتاكت معاهم دركا عادي جدا، يعني نورمال، ماشي حاجه اللي تقلقني. مي راح يكون تحدي، كان تحدي ليا باش نشغل رد الاعتبار تاعي في الساحه الكرويه عندهم. كنقول لك بالك اول بطاقه حمراء في المسيره تاعك ديتها شفالها؟ كانت ضد الخضاريه العام اللي فات. واش صار؟ على بالك ما كنتش الوحيد انت؟ ما كنتش الوحيد، كان الغماري بعدي. على بالك الرسائل والاتصالات اللي تلقيتها بعد المباراه، مام دي زاربيتر عيطوا لي، يعني كان دي زاربيتر مام صوتي ما يعرفوش. انا من ستيل تاع لي جوار اللي ما يهضروش في التيران، انا نهضر لك بلي بيت برك، راك فاهم. كان مام صوتي ما يعرفوش، شغل عيطوا لي يقولوا لي انت واش دارت حتى انا ديت كارطون روج. يعني انا لحد الان مازال مانيش متقبلها، وكنت نرجعوا مام لي فيديو تاع الماتش هذاك كان اون لايف. يعني هناك اربيتر دولي اتصل بيا شخصيا قال لي مام كارطون جون ما نقدرش نعطيك في لاكسيون هذه. سمعت بعض الامور هذيك، ما نديرهاش في راسي، قدر الله ما شاء فعل نورمال. واش سمعت مثلا حول حابين يخرجوك باش ما تلعبش الماتش اللي بعدو، ما باليش حكايات هذوك ما شغل ما قنعونيش، راك فاهم. الماضي هذاك فات. لو كان نحكوا بالك على البدايات تاعك كامل، انت بديت على كل حال في مسقط صيف تقول في نادي تقول، وبعد ذلك كنت في الاواسط، ومن بعد رحت للاكابر اتحاد نزله صغير، ومن بعد عاودت وليت لتقول، درت موسم واحد في تقول، من ثم رحت جمعيه الخروب، ومن الخروب الخنشله، ومن الخنشله المنتخب الاولمبي الله يبارك. سانسيرمون ما تشوفش بلي المسيره تاعك هي عباره عن تحدي ايضا؟ تبدا كما نقولوا احنا بديت من تحت كامل وما شاء الله طلعت حتى الحين. والله الحمد لله. التحدي هذا اولا بديته مع العائله تاعي، لانه ما كانوا شويه رافضين كره القدم، رافضين انه نلعب كره قدم على جال الدراسه. يعني اولا درت تحدي مع دارنا مع العائله، قلت لهم نلعب ونقرا. الحمد لله راني طالب جامعي ليسونسيال، يعني هذا اول تحدي درته في حياتي. ما يخفاش عليك، انا بديت من فئه الاواسط، يعني لي كاتيجوري جون تاعي كامل ما درتهمش. بديت مع نادي تكرت، ومن بعد كي لحقت العام تاع الباك تاعي هبطت النيفو على جال الدراسه لي زيتيد تاعي. لعبت مع اتحاد نزله لموسمين، كان موسم دينا فيه شامبيونا الحمد لله يا ربي. العام الباك تاعي دينا شامبيونا بعد، وخرج بيتر تاع ليكيب، والحمد لله زيت ديت الباك. هذا كان بالك اكبر انجاز واكبر ثقه حطيتها في روحي من ناحيه دارنا، وين داروا فيها ثقه، لانه البكالوريا تعرف حنايا هي راه العائله كل تعود تحضر من اجل هذاك ليتيديون، ومنها كانت الانطلاقه. يعني رحت نادي تشقرت قسم الثالث هوات، لعبنا على لي برومي رول. بعدها كانت الانطلاقه في جمعيه الخروب، لحد الان اتحاد خنشله المنتخب. دونك قلت لي بالك في البدايات تاعك العائله ما كانتش متقبله انك تلعب كره القدم بعيدا عن الدراسه، هكذا صح. يعني كي نشوفوا البلاصه اللي راني فيها ومنها درك يقول لك يدخل يلعب ويدار قرايته، مستقبل مجهول. يعني في سيرتو في الانديه ثم
ما كانش هذوك الامكانيات الكبار يعني باش يخرجوا دي كرون جوار، والله باينه شويه المسار تاعك، يعني كانوا متخوفين من هذيك الناحيه. الحمد لله انا درت معاهم تحدي، كان كما قلت لك اول تحدي ليا يعني مع العائله باش نكونفيرمي لهم، لان المسار الكروي جامي. بما انك تحدثت على الدراسه، انت عندك خاصيه ربما قليله على لاعبي البطوله، هي انك درست وفي نفس الوقت ايضا تلعب كره القدم، وراك تدرس مازالك تدرس هندسه مدنيه، هندسه طرائق، هندسه جيني دي بروسيدي في جامعه خنشله. جامعه خنشله. اذا كيفاش قدرت توفق ما بين الدراسه وما بين كره القدم؟ انه امر صعب. والله امر صعب جدا، يعني امر صعب جدا جدا، مي الحمد لله طاحت في سيرتو في ورقلاش في قسنطينه وفي خنشله، يعني قريت في 3 جامعات ما يخفاش عليك. كي كنت في توغورت قريت في ورقلا، كنت في جمعيه الخروب قريت في قسنطينه، في خنشله قريت في جامعه خنشله. يعني نشكر من هذا المنبر، يعني سواء مدير الجامعه سواء شاف لي شاف ديبارتمون، يعني سواء الاساتذه كانوا معاونيني شويه من ناحيه لي زابسونس، باسكو علاه دركا دي فوا طيح لك تيدي صباح ولا كور، عندك اونطريمون، عندك ديبلاسمون، ما يخفاش عليك لاشان 34 يوم، عندك واحد الالتزامات واحده اخرى كانوا يسعفوا شويه من هذيك الناحيه. مي ثاني انايا كنت ندير ايفور دوبلي باش نحاول نلحق لي زيتيدون اللي راهم معايا في لي كور تاعهم، في لي تيدي تاعهم، في الخدمه اللي راهم يخدموها. وفي النادي لما تكون عندك مثلا اختبارات عادي ما يجينيكش؟ والله الحمد لله انا من هذا المنبر نشكر المدرب فاروق الجنحاوي اللي كان حاكمنا العام اللي فات. واحد البيريود كان عندي اللي كنا نفوتوا ليكزامان الصباح، يعني بدل ليكزامان هذيك، بدل لي زونطريمون من الصباح للعشيه على جالتي انا باش انا نروح نفوت ليكزامان تاعي. يعني نشكرهم من هذا المنبر، يعني وتونسي مش حتى جزائري. مي الحمد لله يعني لقيت واحد التسهيلات، ربي شغل حطني مع واحد الناس، شغل لقيت واحد التسهيلات اللي ما خلونيش لا نوضر لا البالون تاعي لا القرايه تاعي. وفيما يخص الجامعه متفاهمين يعني الاساتذه؟ الحمد لله يعني انا الاساتذه ديجا راهم مناصرين الاتحاد خنشله، يعني في نهار الماتش يجيو يتفرجوا. نشكرهم من هذا المنبر يعني. ما شاء الله. بالك لو كان نقول لك شنو احسن ذكرى في المسيره تاعك؟ شنو احسن ذكرى ليا في المسيره تاعي كان استدعاء بالك تاع المنتخب الوطني، كان كلاسي هو الاول، يعني الصعود تاعي مع اتحاد خنشله المحترف الاول، الصعود تاعي مع جمعيه الخروب. يعني عندي دي بون سوفونير في البالون الحمد لله لك يا ربي. مي احسن ذكرى والله احسن موقف والله منا كان نهار استدعاني بوقرا المنتخب، يعني فرحه لا توصف. والاسوء الذكرى الاسوء بالنسبه لك؟ اسوء ذكرى يعني كانت وقت المرض تاعي 2019 نشفى نوفمبر 2019. هذه اسوء ذكرى. وضيع الصعود تاعي مع اتحاد نزله في مباراه الفاصله كونتر اتحاد افلو، رحنا ضربات الجزاء، يعني تخدم باركور تاع شامبيون من بعد شغل تروح لك في ضربه جزاء، كانت صعيبه علينا بزاف. هذه هي بارسا يعني كامل مليح. كاين واحد التاريخ بالك يمثل لك ذكرى حزينه، هو 5 أوت 2021 ذكرى وفاه الوالد ذكرى بزاف حزينه. اسكو الوالد الله يرحمه شجعك باش تكمل الباركور تاعك؟ والله ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. كان هو كل شيء في حياتي، يعني خفاش عليك. كان ديجا هو كان رئيس النادي تاع اتحاد نزله اللي كنت نلعب فيه. كنت نشوف حاجه، هو مالغري كان بريزيدون مي كان بابا بريزيدون في الستاد. كي نقول لك بريزيدون مانيش ولدو، كيفي كيف لي جوار، الله بالك لي جوار خير مني.
مي في الدار يتحول كاريمون باللي بابا هذاك الاب الحنون، هذاك الاب اللي تستشيرو، اللي يشاورك، اللي يدير معك كلش. هذاك العام نفوتشو بالك تعلمت منه بزاف صوالح. فوتشو معاه، كان هو بريزيدون انا جوار، كان يحاسبني بالك على ريزيلطا اكثر من اي لاعب واحد اخر. شنو نقول لك، قدر الله ما شاء فعل يعني. كي نقول لك سوا ذكرى سوا ذكرى يعني. انا نقول الحمد لله لانه مات قدامي، ما كنتش مديبلاسي والله ما كنتش بعيد ويجيني الخبر في التليفون بالك كنت ما باليش ندير. مي هذا مكتوب ربي سبحانه يعني. مات اون فاس ليا، نتفكر ليا مات هذوك دقيقه بدقيقه ثانيه بثانيه ما يروحوش من بالي. من نهار هذاك راني نخدم ماشي دوبل ماشي تريبل بالك فواديس فواميل، غير باش يقول لك اذا مات عنده ولد صالح يدعو له، يعني ندير بوسيبل غير باش نخليه رايح في قبره. عندي العائله تاعي هي كلش عندي في حياتي دركا، نخدم على جالتهم، نسهر على جالتهم، نتعب على جالتهم، هذوك هما راس مالي، ما عنديش حاجه واحده اخرى. كاين واحد تصريح ينسب اليك في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولوا باللي بالك الوالد الله يرحمه عمي بالقاسم الله يرحمه كان الحلم تاعو انه يشوف قميص اتحاد العاصمه، هل صحيح؟ والله بالك تفهم بطريقه واحده اخرى هذاك. انا الوالد تاعنا كان متتبع اتحاد العاصمه، بكري كان يقول لي الكهرباء، ديجا اتحاد العاصمه عرفتها غير منه. كان يقول لي انا ديال الكهرباء، يعني كان متتبع اتحاد العاصمه. كان يقول لي هكا دي فوا نتفرجوا يربحوا، يقول لي ان شاء الله تلعب معاهم، نقول له ان شاء الله. هكذاك. ماشي هي السبه اللي خلاتك ما تروحش المولوديه؟ لا لا. الاحتراف من بين اهدافك الان؟ والله الاحتراف يعني من اول اهدافي الان، ماشي من بين اهداف، من اول اهداف دركا. كما قلت لك قبيله كل عام عنده لي بيت نتاعو العام. العام هذا الحمد لله يعني لحقت بالك حتى 80% من الاهداف اللي سطرتهم. دركا شغل تغيرت شويه، كبرت الطموحات يعني. من اول اهدافي هو الاحتراف. ولفت الحياه الان في خنشله بعد سنوات الان؟ والله 3 سنين يعني. ويقول لك من 10 قامون 40 يوما فهو منهم. انا عندي 3 سنين يعني. والفت المعيشه تاعهم، والفت المعامله تاعهم، والفوني الحمد لله يا ربي نشكرهم كامل. سيرتو جيراني صحابي اللي ثم، كاين بزاف صحابي عندي دي فرار ثم يعني، ماشي الحمد لله يا ربي. الجامعه راك ماستر الان؟ وي راني ليسونسي السنه ان شاء الله يعني نوجد في المذكره تاعي تاع التخرج ان شاء الله. الزملاء تاعك في الجامعه كيفاش يتعاملوا معك ولا كيفاش تتعامل؟ والله انا ديما نتقابل معهم نقول لهم يدي ما تعاملونيش كوم هذاك. هما يقولوا لي بايا، نقول لهم قولوا لي سفيان في الجامعه، كانوا الاستاذ قولوا بايا على راحكم. نقول لهم عاملوني كوم اتيديون يعني، كل بلاصه ونعطوها الخصوصيه تاعها يعني. الشيء هذاك اللاعب ونفس الطالب صح، مي نحب نعيش هذاك الجو تاع الطلبه صح معاهم. نتنحى شغل ننزع هذاك القميص تاع اللاعب ونلبس لا بلوز نورمال. راني في راني في لابوراتوار تلقاني مع لا شيميو نورمال. كاين واحد الحادثه صارت كما في فرنسا اللي هي حادثه بعض الانديه ما خلاوش اللاعبين يصوموا على غير حجه من المنتخب الوطني، وايضا قرار عدم السماح للاعبين بالافطار في الملعب مثل ما يحدث في انجلترا. صراحه انت لاعب وعندكم زملاء حتى في الفريق اللي ماشي مسلمين ولكنهم يصوموا معكم، انت كيفاش تشوف هذا القرار؟ والله انا ما نستغربش يعني من القرار هذا، لانه هما اصلا ما همش مسلمين كيفنا. باش ربي يقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انا ما نستغربش منه القرار هذا، لان ما تقدرش تلومهم لانهم ماهمش مسلمين، تسمى ما يعرفوش لا فالور تاع رمضان، ما يعرفوش لا فالور تاع الصيام. ما تقدر من هذه الناحيه ما تقدرش تلومهم. مي كان بالك بطولات يخليوه، كان دي زونطرينو باك يتفهموا نورمال عادي جدا. واش راح نقول لهم يعني؟ ربي يكون معاهم ان شاء الله اللاعبين اللي راهم محترفين في الاوروب.
ونشوف حنايا راه عندنا ايمولي توسين وماكسويل باكو يعني ما همش مسلمين، مي كي شافوا فهمناهم حنا شويه رمضان كيفاه وما ناكلوش ما نشربوش حتى من الفجر حتى المغرب، من عادوا ديجا يعرفوا هما الاذان، هذا اذان تاع الصبح هذا اذان تاع الظهر تاع العصر تاع المغرب، تسمى بداو يعرفوا شويه تقاليد تاع الاسلام، بداو يحسوها بداو يتلمسوها يشوفوها قدامهم. يعني شفناهم حنا سيرتو الايامات الاولى تاع رمضان تشوفهم تقول راح يموتوا ديريكت في لونطريمون راك فاهم، مي دركا الحمد لله والفوا يعني شفناهم حتى في لي ماتش يلعبوا صايمين، ماشي مام با فاطرين يعني يقدروا يفطروا مش مسلمين، مي حتى في لي ماتش تشوفهم يعني يصوموا معانا يعطشوا ويتعبوا هكذاك. ان شاء الله ندعو لهم ربي سبحانه يهديهم ويدخلهم الاسلام لما لا. انتم يعني صراحه انت كلاعب وعندك سنوات وانت تلعب ولعبت حتى في الظاهره كما نقولوا، هل ياثر لهذه الدرجه الى درجه انه المدرب يفرض على اللاعب انه ما يصومش؟ هل الصيام ياثر لهذه الدرجه؟ والله ياثر، يعني انا واحد من الناس ياثر عليا، يعني دركا كل جوار والبنيه المورفولوجيه تاعو وكاين كل واحد وليطا فيزيك تاعو وكل واحد وكيفاش، مي اثر الصيام ياثر صح على المستوى الفني تاع اللاعب، لكن ماشي لدرجه انك ما تصومش. لا ماشي احنا العام اللي فات لي ماتش ديسيزيف كامل جاونا في 4 ماتش ديسيزيف جاونا مع لي كونكيرون ديريكت، يعني 4 ماتش ديسيزيف جاونا في رمضان، يعني تروح حتى ل 96 دقيقه 97 دقيقه وانت طالع هابط، يعني هذه بصح بالك ينقص شويه من المستوى تاع اللعب، مي ماشي هذاك حتى للدرجه اللي يخليه يفطر. كنسقسيك مثلا نقول لك وشنو اللاعب احسن لاعب في المنصب تاعك، احسن مهاجم ربما به اللي حبيت تولي مهاجم في كرة القدم؟ والله انا بكري قبل ما نبدا المسيره الكرويه تاعي نشوف كريستيانو رونالدو، انا نحبوه باسكو انسان خدام، يعني ماشي موهبه هكذاك، يعني تشوفوا يخدم تبع لي فيديو تاعو في المواقع التواصل الاجتماعي كيف يخدم وحده، كيف يخدم مع اللاعبين، كيف يدير، يعني حاب يوصل. هذاك عطاني واحد التحفيز، علاش انا ما نسيش ندير حتى 10% واش راه يدير هو، يعني كل بالك الامكانيات مش متوفره كيف مي واش يقولوا هذيك دي فوا كي ما تعودش عندك حاجه تزيد دير شغل حاجه دوبلي باش توصل، هذه هي. احسن اسئله صغيره هكذا، احسن مهاجم بالنسبه لك جزائري، احسن مهاجم جزائري في تاريخ كره القدم الجزائريه؟ والله انا اللي نعرفه بالنسبه لي دركا اسلام سليماني، يعني من العدم تلقى راك في العالميه. احسن مهاجم في العالم دوليا من غير كريستيانو رونالدو اللي كان قدوه تاعك؟ كريم بنزيما. احسن لاعب رقم 10 في التاريخ؟ في تاريخ كره القدم العالميه. والله كاين، انا مش متبع اللاعبين الدوليين بزاف، مي كاين ميسي، كاين مارادونا بالك. احسن لاعب في تاريخ الكره الجزائريه بالنسبه لك انت، الافضل في تاريخ الكره الجزائريه على مر التاريخ؟ انا نسمع يقولوا بلومي هكا. شفت بلومي؟ شفتو في لي فيديو يعني ما لحقتش عليه. لا ما عدا كلمه الانصار تحت خمس لارج. والله نشكرهم من هذا المنبر، انا نحب نقول لهم سيسكاوا انصار اتحاد خنشله، نقول لهم ننتظروهم يعني يكملوا يوقفوا مع الفريق كما وقفوا معنا في لي مومون ديفيسيل، بالك اللي فتناهم في الشامبيونا، يعني لي باساجي فيد اللي فتناهم الحمد لله كانوا واقفين معنا، نقول لهم كملوا يوقفوا معنا ان شاء الله بربي السنه هذا ان شاء الله نخرجوا بحاجه مليحه. في هدف خامس، الهدف الخامس لبايزيد، الهدف الخامس للجزائر والاول لبايزيد. بايزيد يضيف الخامس، بايزيد يضيف الخامس، صارت بالخمسه الان 5-0 للمنتخب الجزائري، 5-0 للخضر للمحاربين بالخمسه.